يا مساء الفل على كل حبايبنا في كل مكان. اتمنى يا رب تكونوا بخير. دي قناتكم الحمام مع العمده، وهكون معاكم باذن الله رامي العمده. في فيديو النهارده انا مجمع كل محفزات الذكور الطبيعيه وكمان الادويه، وفي برنامج علاجي للذكر اللي بيروق. يعني من الاخر كده هنلاقي فيه مقويات جنسيه للحمام. خليكم معانا وباذن الله هنستفاد. اول حاجه هنبدا بيها المحفزات الطبيعيه. رقم 1 الحلبه الحصى. الحلبه الحصى اللي موجوده عندنا في البيت دي، بنجيب كل لتر ميه بنحط عليه 5 جرام حلبة حصى. 5 جرام حلبة حصى على ميه بارده، وبننقعهم قبل ما نقدم له الحمام بساعتين، وبعدين نقدمه للحمام يشرب منه، والميه بتتغير بعد 12 ساعه. دي الحلبة الحصى. الغليان في الحلبة مش مفيد، بيضيع كل الفوائد اللي فيها، وكمان بيعرضها للأكسدة. الحلبة ما بتتغليش، الحلبة بتتنقع في ميه بارده، وبعدها بساعتين بتقدم للحمام. رقم 2 الفلفل الاسود. الفلفل الاسود طبعا مشهور من زمان، من ايام ما كانوا اهالينا بيربوا الحمام من زمان. كان يقول لك الذكر اللي بيروق اديله 7 حبات كل يوم، وهو ده فعلا صح. الفلفل الاسود بندي الذكر في حدود 7 حبات، من 7 ل 10 حبات كل يوم لمدة 5 ايام. رقم 3 ودي حاجة مهمة جدا ومتجربة، وانا عن نفسي مجرب مفعولها سحر. بذور بتاعة الفجل. بذور الفجل دي بنجيبها من اي عطار. بندي الحمامة كل يوم الذكر اللي بيروق او عنده مشكلة في التخصيب، بنديله في حدود 10 حبات كل يوم لمدة برضه 5 ايام. بذور الفجل بصي رهيب مفعولها، جربوها وباذن الله مش تندموا. رابع حاجة معانا السمسم. طبعا السمسم انا ذكرته في موضوع النتايات والحصى، وقلت هو اول حاجه مليان سيلينيوم. السيلينيوم طبعا ده احنا محتاجينه جدا في التخصيب بتاع الذكور، زائد ان هو بيظبط الهرمونات عند الحمام. ففي ساعات ذكوره سواء ذكوره او نتي بتبقى عندها مشكله في التخصيب او في الحصى بسبب ان الهرمونات عندها ما بتبقاش متظبطه. السمسم زائد ان هو بيظبط الهرمونات، وكمان مليان. خامس حاجه معانا والناس هتستغرب منها القمح. القمح اللي في الكلفه. القمح القشره بتاعته مليانه غنيه قوي بالسيلينيوم. السيلينيوم اللي مهم في التخصيب زي ما احنا عارفين. طيب لما بنيجي عايزين، ده الموضوع ده عن تجربه شخصيه. الذكر عندنا بيروق، زود القمح عندك في الكلفه. زود القمح مع معلقه سمسم كل يوم في الكلفه، وباذن الله هيظبط. لو زودت القمح لكل الحمام اللي عندك، الذكوره السخنه اللي هي السخنه في الطبيعي، اللي هي شغاله طبيعي، هتقوم الطوارئ بتاعتها من على الحصى عشان تشتغل من جديد. خدوا بالكم من النقطة دي. لما القمح بيزيد في الكلفة بيعمل الموضوع ده، وانا مجربه كتير، وكانت حصلت معايا مشاكل وما كنتش فاهمها من ايه، وطلعت في الاخر من القمح. فاحنا لازم نبقى فاهمين ان هو طالما بيعمل كده وبيسخن الذكورة، فلازم نستخدمه في العلاج الذكور اللي بتروق. سادس حاجة معانا الجينسنج. الجينسنج ليه شكلين، شكل طبيعي وشكل تاني معمول في أدوية. الشكل الطبيعي بتاعه هو نبات، بس احنا دلوقتي مش هندور على النبات لأن هو صعب شوية. فهو الجينسنج موجود زيت عند العطار، اسمه زيت جينسنج. ده مهم جدا للذكور وفي التخصيب. بندي سنتي كل يوم لمدة 5 أيام. ده لو هندي جينسنج وحديه سنتي لمدة 5 أيام، اسمه زيت جينسنج من العطار. الإزازة بتاعته بحط 15 جنيه من عند العطار. وهقول لكم برضو الشكل الموجود بالنسبة للأدوية لما ندخل للأدوية. دلوقتي بقى هنتكلم في الأدوية. اتكلمنا في الشكل الطبيعي والمحفزات الجنسية. هنتكلم المحفزات اللي هي الدرجة أعلى شوية لو ما نفعتش معانا الأشكال الطبيعية، لأن الحاجات الطبيعية مفيدة جدا، بس بتبقى يعني إيه، قدرتها أضعف شوية من الأدوية، لأن هي بتبقى بنسب وتركيزات أضعف من الأدوية. فلو ما نفعش معانا الحاجات الطبيعي نبتدي نلجأ للأدوية. رقم 1 السيلينيوم أو إي سيلينيوم من الصيدلية البشرية. إي سيلينيوم من الصيدلية البشرية. بندي الذكر كل يوم كبسولة لمدة 5 أيام. كل يوم كبسولة إي سيلينيوم من الصيدلية البشرية لمدة 5 أيام. تاني حاجة معانا برضو الجينسنج. الجينسنج زي ما هو موجود في الشكل الطبيعي عند العطار، لو حد حابب يستخدمه بشري فهو موجود في الصيدليات البشرية. بيبقى أغلى شوية من الطبيعي اللي عند العطار أو الزيت اللي عند العطار،
بس برضو يعني موجود. طبعا احنا بندور على الطبيعي او بندور على الادويه اللي هي موجوده في الادويه البشريه، لان احنا بنبقى ضامنين شويه الماده الفعاله بتاعتها، وزائد ان احنا لو ابتدينا نلجا للحاجات البيطريه هنبتدي نجيب عبوات كبيره لو احنا عايزين نجيب حاجات مضمونه وتبقى اسعارها غاليه شويه. اخر حاجه معانا في الادويه وهي المنتج اللي انا عرضته قبل كده بالنسبه للحصى بتاع النتايات، وهو حاجه اسمها سيلفر سي. سيلفر سي ده مجموعه فيتامينات، فيها فيتامينات الف وفيتامين ب، فيها فيتامينات كتير، زائد ان هي فيها كبد حوت او زيت سمك بنسب عاليه. ده في الصيدليه البشريه انا قلت قبل كده الازازه بتاعته ب 26 جنيه، مفعوله رهيب بالنسبه للتخصيب عامه. ال 26 جنيه ده بندي سنتي لمده 5 ايام للذكر اللي عنده مشكله في الترويق، او لو احنا جينا كل فتره وعايزين نشغل الذكوره عندنا شويه بندي كل اسبوع نص سنتي لمده 3 ايام. نص سنتي لمده 3 ايام ده لو كان وقايه، لو كان علاجي يبقى سنتي لمده 5 ايام. قبل ما اقول ايه البرنامج العلاجي للذكر اللي بيروق، عايز بس اتكلم معاكم في نقطه. لازم يكون في توافق ما بين الاجسام يعني بالشكل الظاهري، ولو كان في مشاكل يعني تعيق فيها اعاقه للذكر ان هو يطلع الطير بالشكل الظاهري كده، نركز مع الذكر ونشوف هو ايه ممكن يكون في مشكله هتعكسه ولا لا. مثلا لو ذكر حجمه كبير والطيره حجمها صغير، الذكر لازم عشان يطلع على الطيره وينفع يخصبها لازم يكون الذكر واقف على حاجه يعرف يقف عليها عشان يعرف يخصبها. لو الطيره صغيره اول ما الذكر بيقع من عليها فما بيحصلش عمليه التخصيب. رقم 2 بالنسبه للشكل الظاهري، لو كان الذكر عنده اي مشكله في رجله، ساعات في ذكر بتبقى فيه لوحه في رجله شويه، دي بتخلي الذكر ممكن الذكر ما يعرفش يطلع يقف على الطيره بسببها. يعني احنا ممكن نقعد نعالج ونحس ان هو عنده مشكله جسديه ومشكله يعني جواه في جسمه او عنده نقص في حاجه، واحنا نفضل نعالج وهو يكون مشكلته ان هو ما بيعرفش يطلع على الطيره. زي مثلا ما يكون ذكر محبوس في مكان ضيق، اذا كان مثلا كينج او حاجه كبيره، والذكر ده ما بيعرفش يشتغل في مكان ضيق، ما بيعرفش يطلع على الطيره في مكان ضيق، بيخاف من الحاجات اللي فوقيه ويخاف من الضيق. هو مثلا عالي والطيره عاليه، فبيجي هيطلع فوق بيلاقي السقف قريب منه فهيخاف فمش هيرضى يطلع على الطيره. دي لازم ناخد بالنا منها. الذكر اللي في الحاله دي لو حسينا ان هو حجمه كبير وما بيشتغلش في طيره لازم نسيب الذكر بره هو والطيره ونشوف هيعملوا ايه. وحاجه تاني، نسل الريش. نسل ريش الذكر بالنسبه نسل الريش عموما يخلي الذكر يفقد فيتامينات من جسمه، ممكن في وقت ده تخليه لو الذكر في حاله تزاوج هتخليه روق. دي نقطه. زائد نسل الريش بتاع الجناح، نسل ريش الجناح كلنا عارفين كده من زمان، بس انا بتكلم بالنسبه للمبتدئين ان الذكر لازم نسيب فيه اقل سلاحين، يعني ريشتين وريشتين اقل حاجه عشان الذكر يعرف يطلع. لو كان الذكر عنده عقده او لو كان الذكر مروش من قبل كده وواخد خد او ثبت عليه زي ما بنقول، في تكوره بعد ما بتتروش بتثبت عليها وبينفع يشتغل بعديها، وفي تكوره لا. ناخد بالنا من النقطه دي. في ذكر ممكن يشتغل وفي ذكر ما يشتغلش. ده بالنسبه للاشكال الظاهريه، بالنسبه للشكل الظاهري في شكل حمام من بره نركز معاه، هل ان المشكله عنده عضويه جوه جسمه ومحتاج علاج، ولا المشكله ظاهريه من بره والذكر مش هيعرف يطلع، او مش بسبب ان هو خايف من الضيق اللي حواليه، او بسبب ان هو رجله ما بتساعدوش. ناخد بالنا من النقطه دي. وحاجه تاني، لو كانت التربيه جماعي، طبعا لو التربيه جماعي في ساعات ذكوره ما بتبقاش شاطره او ما بتبقاش سريعه او في التخصيب، يجي الذكر يطلع على الطيره يلاقي الذكوره اللي حواليه تجري عليه تضربه، وخصوصا لو كانت في ذكوره مش ماسكه نتايات تانيه، فتلاقي ان في الوقت ده الذكر ما بيعرفش يخصب. فدي طبعا بتبقى مشكله. هنقعد نعالج في مكان وهنلاقي ان النقطه في حاجه تاني خالص، ان الذكر هادي شويه، الذكر ما بيعرفش يخصب الطيره من الزحمه اللي حواليه. الذكر ده بيبقى فيه يعني لازم يتكمس او يشتغل في عين، هيشتغل افضل. واخر حاجه هقولها بالنسبه ان هي بتاثر على القوه الجنسيه عند الذكوره في وقت معين. ايه الاوقات دي؟ بعد ما الذكر يتعالج بمضاد حيوي، بعد ما الذكر ياخد جرعه مضاد حيوي، الذكر لو في الوقت ده في عنده موسم تزاوج، يعني في طيره وشغال معاها، الطيره لو حصت في الوقت ده الطيره هيطلع الحصى فاضي وهيكون رايق.
ناخد بالنا من النقطة دي. الذكر اللي بيتعالج بمضاد حيوي يتعزل لحد ما يتعالج، وبعديها بأسبوع يرجع للطيرة تاني. زائد ان في حاجة كمان اسمه ضعف جنسي موسمي، بمعنى موسم القلش ده بيبقى دايما نلاقي عندنا حصويتين، يعني دايما حصويتين فيهم واحدة فاضية، فيهم واحدة مش مبذرة، يعني فيهم حصويتين عند قص تاني نفس الكلام اللي حصى برضه فاضي مش مبذر. نلاقي ان في موسم عندنا في فترة بنلاقي ان حمام كتير عندنا البيض فاضي. دي بتبقى مشكلة ضعف في وقت معين، ده بنسميه موسمي. ده ما بتبقاش مشكلة في الذكر، بتبقى المشكلة نفسه ان هو الوقت ده كان المفروض يستريح، او بمعنى المفروض ان هو كان يتعزل عن الطوارئ، بس احنا طبعا ما فيش حد بيعزل وبنسيبهم شغالين طول السنة. في الوقت ده وخصوصا موسم القلش لازم نهتم بالفيتامينات، عشان خاطر بقدر الامكان الفيتامينات اللي بيفقدها الحمام بالنسبة للريش وبيكون محتاجها، لما بتكون الفيتامينات دي موجودة بشكل سهل وسريع موجودة في جسمه، ما بتنقص عنده فيتامينات لدرجة ان الطيرة ما تحصيش او ذكر يروق. فناخد بالنا من بين الفصول تحديدا، يعني والتغيرات الجوية دي عاملة زي القلش بالظبط، طالعين من موسم مثلا صيف داخلين موسم شتاء، طالعين من موسم مثلا شتاء وداخلين موسم صيف. المواسم دي ما بينها دايما بتبقى فيه مشاكل وفيه تذبذبات عند الحمام. هو دايما التغيرات الجوية دي بتعمل له حاجة، هو كان متعود على الحر ولقى برد. دايما ناخد بالنا من النقط دي. في الوسط نحاول بقى نعوضه بالفيتامينات اللي تقدر تسنده شوية مع التقلبات الجوية دي، تخلي مناعته تعلى والفيتامينات ما تنزلش من عنده. وبالنسبة للبرنامج العلاجي للذكر اللي بيروق، البرنامج ده لو حضراتكم تفتكروا معانا برنامج الاستقبال اللي كنا بنستقبل بيه الحمام الجديد، هسيب اللينك بتاعه في صندوق الوصف في الفيديو. البرنامج ده هنستخدمه مع الذكورة اللي بتروق كامل زي ما هو، هنستخدمه مع الذكر اللي بيروق. ولو استخدمنا البرنامج ده مع ذكر بيروق وبعدين الذكر ده فضل يروق، خلينا متأكدين ان الذكر ده مش هيشتغل، لان البرنامج ده انا مجربه كتير. بعد ما جربت الحاجات الطبيعية والمحفزات الطبيعية ومحفزات الأدوية ما اشتغلتش معايا. مثلا ذكورة جربت معاها الحاجات دي، بص الذكر اللي كان بيبقى ميت خالص بيشتغل مع البرنامج ده. انا هسيب اللينك بتاعه في الفيديو في صندوق الوصف بتاع الفيديو، وجربوه وبإذن الله في الفيديو ده هنلاقي حل لكل المشاكل بتاعة الذكور اللي بتروق. وجينا لنهاية الفيديو، شكرا على المشاهدة وشكرا لدعم حضراتكم بالاشتراك والتعليق دايما على الفيديوهات، واستنونا بإذن الله في فيديو جديد.